انا قضيت سنين كتيره جدا بوظف ناس جديده لكل مشكله بتحصل في الشركه. كل ما الشغل كبر، كل ما الاداره كبرت، العبء والمسؤوليه بقت بتكبر اكتر واكتر، لحد ما اصلا في النهايه لقيت ان السؤال اللي كنت بساله كان غلط اصلا من البدايه. الفكره ان انا كنت فاكر المشكله فيا، او ان انا بدير غلط، او ان انا كنت محتاج اوظف ناس اكتر او ناس احسن. كل ما الشغل بيكبر، لحد ما في حد قال لي جمله واحده بس: انك انت مش بتحل غلط، انت بتفكر بطريقه غلط اصلا. وهي دي النقطه اللي قلبت تفكيري كله، وده بالظبط حرفيا اللي قاله لي عميل اول مره نقعد مع بعض. قال لي بالظبط ان هو مش جاي عشان يتعلم او جاي عشان يمشي على الترند اللي كل الناس ماشيه عليه، هو جاي عشان فعلا تعب. كل ما فعلا الشغل بيكبر، كل ما الناس بتزيد، وكل ما المشاكل بتكبر اكتر واكتر. وعشان كده بالظبط الفيديو ده اتعمل، لان اللي بيحصل مع العميل ده بيحصل مع ناس كتيره جدا دلوقتي عندهم شركات او ناس حتى بتدير تيمز كامله. عشان كده وكالعاده عايزك تجيب كوبايه قهوه حلوه قوي وتعالى نبتدي الفيديو. عشان فعلا الفيديو ده لو انت شخص اونر، صاحب شركه، او حتى بتدير تيم كبير، اللي صدقني الفيديو ده هيغير طريقه تفكيرك عن كل حاجه انت كنت فاكرها قبل كده. كالعاده تعالى كده نشوف بشكل عملي اكتر ايه الفرق اصلا ما بين الطريقه القديمه والطريقه الجديده. انا عايزك تفهم بوينت واحد بس الطريقه القديمه كلها بتمشي عليه، تمام؟ وده طبيعي، ده التقليدي، ده اللي معظم الشركات بتعمله، ان كل ما انت كبرت المشاكل بتكبر معاك. عايزك بس تفهم لاين واحد بس او جمله واحده بس هنمشي عليها وانا بشرح كل حاجه، تمام؟ عايزك تخليها في دماغك دايما: كل ما كبرت كل ما المشاكل ابتدت تكبر معاك. هفهمك بقى ليه الكلام ده. تعال نبص بصه كده على الورك فلو ده او الدياجرام ده. تعال كده نتخيل اي وظيفه عندك في الشركه. تعال مثلا نقول الكاستمر سبورت او اللي هي خدمه العملاء، تمام؟ الطبيعي او اللي بيحصل ان في عميل او ليد او عميل محتمل او ايا كان بيجي، تمام؟ عنده سؤال معين، عنده حيره معينه للبرودكت بتاعك او السيرفيس بتاعتك، او اصلا هو بيشتكي من حاجه مثلا معينه. اللي بيحصل ان هو بيبعت الريكوست بتاعه او بيبعت الرساله بتاعته، فبيفضل مستني لحد ما الموظف او لحد ما الشخص المسؤول عن خدمه العملاء يكون موجود ومتاح عشان يرد عليه. فبعد كده بيروح له ريكوست. الموظف ده ما عندوش اجابات لكل حاجه، ده طبيعي جدا، فيبتدي يبحث عن اجابه السؤال ده او معلومه عن الستوك ده. يعني مثلا نقول ان انت في عميل بيسأل عن إتاحة أو يعني هل تيشيرت مثلًا معيّن أو أي product معيّن عندك متاح والّا لأ. فطبيعي الموظف هيخش يتأكد هل ده متاح فعلًا والّا مش متاح، التيشيرت ده أو يعني أيًا كان الproduct ده إيه، وبعد كده يرجع تاني يرد عليه، وبتفضل تلِف في الcycle دي بشكل طبيعي جدًا. يعني ده اللي إحنا شُفناه، اللي إحنا بنشوفه، ده الطبيعي. إيه بقى المشاكل؟ إن في كمية steps هنا موجودة في النُص ما لهاش أي لازمة. يعني مثلًا لمّا العميل ييجي يسأل عن product مثلًا معيّن أو عن تسعيرة معيّنة أو عن حاجة معيّنة، هو مستني أو هو متوقع إن هو هيسأل هيترد عليه على طول، بس ده ما بيحصلش، لإن الموظف ممكن يكون بالليل هو مش شغال، ممكن يكون في أعياد مش شغال. طبيعي جدًا إن هو ممكن في أوقات أصلًا ما يبقاش شغال، بس هو مش متاح قدّام اللابتوب مثلًا بتاعه أو قدّام الطريقة اللي هو بيتواصل معاه بيها، أو مثلًا مش فاتح الإيميلات أو whatever 500 إجابة أصلًا، فده بيخلّيه يستنى، فده أصلًا ممكن يضيّع عليك مبيعات وحاجات طبعًا كتيرة تانية. وإن هو بيبحث عن معلومات معيّنة لإنه طبيعي إن هو ما عندوش أي الإجابات في لحظتها، هو لازم يبحث عن الإجابة دي. طب حلو أوي. كالعادة زي ما إحنا متعودين بنشوف عيوب ومميزات كل طريقة. عيوب الطريقة دي إيه؟ أول حاجة هو وقت التوظيف نفسه. طب يعني إيه وقت التوظيف؟ أي حد في شركة، أي حد عنده team، أي حد صاحب شركة عارف إن دايمًا عشان توظّف حد بتقعد فترة طويلة جدًا، جدًا، جدًا عشان أصلًا تلاقي الشخص المناسب. ما فيش حاجة اسمها إنك تجيب شخص يطلع مناسب كده مرة واحدة، ده ما بيحصلش. لازم مثلًا تجيب مجموعة كبيرة أصلًا وتقدّم سيفيهات كتيرة وتعمل ريفيوهات كتيرة وتعمل انترفيوهات كتيرة وحاجات كتيرة عشان تلاقي الشخص المناسب للحاجة دي. وعلى فكرة باقول تلاقيه، ده مش معناه إن هو فعلًا مناسب ولا فعلًا إن هو هيكمّل أصلًا. بس هنقول إن أول مشكلة هي وقت التوظيف نفسه، الhiring process نفسها. بعد كده الراتب الشهري بتاعه، تمام؟ الراتب الشهري مشكلته في حاجتين: إن في وقت التوظيف أو بعد كده هنفهمها إن هي وقت التدريب نفسه، اللي هي إذا كانت شهرين أو 3 إن هو يتدرب على الخدمة نفسها، ده لوحده بيبقى عليه رواتب كتيرة. لو الشخص ده مشي أنت مش هتعرف ترجعها، خلاص كل الرواتب دي اترمت في الأرض لشخص ما كمّلش معاك أو ما كانش مناسب، أو يمكن الشركة نفسها هي اللي ما كانتش مناسبة بالنسبة له. وأصلًا فكرة التكلفة بتاعة الرواتب بتعلى كل ما الشركة تعلى. يعني تعالَ نقول وده برضه هاشرحه بعد شوية، لو أنت مثلًا عندك مجموعة معيّنة من العُملا، المجموعة دي أول ما تكبر هتحتاج موظفين أكتر عشان تبتدي تهندل المجموعة الجديدة، وده معناه رواتب أكتر. فدي الفكرة. تالت حاجة هي الإدارة. الإدارة دي ممكن تكون منّك أنت بشكل شخصي كمدير شركة مثلًا
لازم تدير بشكل يومي إيه اللي بيحصل، في حاجات مهمة زي المبيعات كمان وخدمة العملا، أو إنك تعيّن مدير، مثلًا في department عندك للتسويق أو في جزء في شركتك للتسويق، ده طبيعي. فأنت بتجيب مدير تاني يدير الفريق بتاعك، وده طبيعي برضه. ورابع حاجة هي مجهود التدريب نفسه. طب يعني إيه؟ زي ما إحنا قُلنا إن أنت عشان تجيب موظف مهما كان الموظف ده super hero، ده مش معناه إن هو مناسب لشركتك، مش فاهم الproduct اللي بتبيعه، مش فاهم الservice اللي بتبيعها، مش فاهم أنت مين، مش فاهم أصلًا شركتك هدفها إيه في الحياة أساسًا، فهو لازم تدرّبه. والتدريب ده بياخد وقت كبير جدًا، التدريب ده ممكن يوصل لشهرين 3 بتدرّب بس في شخص واحد. والمشكلة هنا مش في الحاجات دي، المشكلة هنا في إن الشخص اللي أنت عملت له كل الprocess دي ممكن يمشي أصلًا. يعني بعد كل الفترة دي، بعد كل فترة تدريب أو توظيف، بعد كل الرواتب دي وبعد كل الإدارة دي، في ثانية ممكن الشخص ده يمشي وياخد كل اللي أنت عملته ده معاه. وعلى فكرة مش لازم يكون يمشي بعد شهر شهرين، ممكن في ناس بتمشي بعد سنين ولكن بتاخد برضه كل معلوماتها معاك. عايزك بس تفكر في الجملة دي كويس أوي. أي موظف عندك بعد سنين مشي بياخد كل معلوماته وبياخد كل تدريبه، بياخد كل لحظة أنت قضيتها معاه أو هو قضاها في الشركة معاه وهو ماشي. دي مشكلة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. ولو أنت فعلًا شخص صاحب شركة هتفهم المشكلة دي كويس أوي. لو شخص عندك في الteam كان super hero، كان شايل الteam ومشي، بياخد كل معلوماته معاه وأنت بتسوح بعديها. المشكلة دي من أكبر العيوب اللي كانت موجودة في الطريقة القديمة واللي الطريقة الجديدة بتحلها أصلًا، وهاكلمكم عنها. فدول بشكل مختصر العيوب اللي موجودة في الطريقة التقليدية أو القديمة. عايزك كده تتخيل معايا سيناريو بسيط. دلوقتي أنت عندك عُملا معيّنين في خدمة العملا مثلًا، وعندك موظف واحد شايل الليلة دي كلّها. الحمد لله أنت شغلك حلو أوي، العملا بيحبوك، فالعملا جابوا لك عملا تانيين، فالشوية اللي قد كده بقوا شوية قد كده. ده معناه إنك محتاج موظفين أكتر عشان يشيلوا العملا دول. طب الحمد لله أنت برضه شغلك حلو أوي، 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 والعملا الجداد جابوا عملا أجدد، فدلوقتي أنت بقى عندك كل الكمية دي من العملا، فبرضه معناه إنك محتاج كل الكمية دي من الموظفين. لإنه أنا قُلتها قبل كده، أيًا كان الموظف اللي عندك هو بني آدم، ليه limit، ليه حد معيّن. لو اديته push أو زقيته فوق الlimit ده ممكن يستحمل فترة، بس مستحيل يفضل مكمّل. ممكن ما يكمّلش معاك كشركة، ممكن ما يكمّلش معاك لإنه مستواه يقل. طبيعي، أنا لو باmanage أو أنا باتكلّم مع 10 عُملا في اليوم، لو خلّيتهم لي 20 هابتدي مش قادر أجمّع ما بينهم، الquality بتاعتي هتقل. فطبيعي كلّنا بني آدمين، كلّنا لينا حدود. بس ده معناه حاجة كبيرة جدًا، مش بس رواتب أكتر بكتير لكل واحد فيهم، ومش بس وقت توظيف أكبر لكل واحد فيهم، لإنّك أنت لو فاكر إن أنت هتروح تلاقي الشخص المناسب وتجيبه مرّة واحدة، ده ما بيحصلش. أنت مثلًا كل واحد من دول minimum من 3 ل4، 5 أشخاص عشان تلاقي الشخص المناسب اللي هتقعد معاه أو اللي هيكمّل معاه أو اللي أنت أصلًا هتستأمن إنك تدّي له العُملا بتوعك. وبعد كل ده أنت محتاج تشوف إزاي تخلّي ال5 موظفين اللي عندك دول بنفس الquality، بنفس طريقة التدريب، بنفس الmindset، بنفس كل حاجة، يكونوا تقريبًا identical أو يعني شبه بعض ما فيهمش غلطة، عشان الcustomer experience اللي عندك أو يعني خدمة العملا بتاعتك تبقى بنفس الreview، تبقى بنفس الlevel. ما ينفعش مثلًا يعني مثلًا مجموعة من العملا بيتعاملوا مع موظف معين بس هو مش قد كده، أو هو من الآخر خُلقه ضيّق مثلًا ما بيعرفش يتكلّم معاهم، وواحد تاني لأ، هادي وبسيط وبيعرف يجاوب لهم على أسئلة، وواحد تاني شاطر جدًا ويعرف معلومة عن أي حاجة في الدنيا. ده مش هينفع، لا ما ينفعش. أنت كده ما عندكش identity واحدة للشركة. لو أنا اتكلّمت معاك مثلًا يوم الأحد باتكلّم عن مشكلة هاتبسط جدًا من الرَد، ولو جيت يوم الإتنين هالاقي واحد بيزعّق فيّا ومخنوق، ولو جيت يوم التلات هالاقي واحد أصلًا مش فاكرني أنا مين. ده ما ينفعش. لازم يكون عندك identity واضحة لكل حاجة في الشركة، وخصوصًا at least لو department واحد أو يعني مكان واحد في شركتك زي خدمة العملا مثلًا. وعشان كده أنا عايزك ترجع تاني وتفتكر الجملة اللي قُلتها في أول الفيديو، إن كل ما أنت كبرت المشاكل بتكبر معاك. المشاكل دي حُط تحتيها 500 خط. المشاكل دي ممكن تبقى توظيف، تكلفة، رواتب، مجهود، تدريب، ممكن تبقى 500 حاجة، ولكن كلّهم بيتحطّوا تحت كلمة مشكلة معيّنة جديدة محتاج تحلّها. تاني، كل ما كبرت في مشاكل بتظهر أصلًا لإنّك أنت ممكن تكون شخص ما كنتش بتوظّف أصلًا وابتديت عايز توظّف، أو ما كنتش بتوظّف team كامل، كنت بتوظّف أشخاص بُساط، دلوقتي محتاج توظّف team كامل، فدي مشكلة جديدة ظهرت. أو مشكلة أصلًا موجودة زي إن أنت عندك أصلًا team بس عايز تكبّره، فالمشكلة بتكبر معاك. تمام، إحنا كده شُفنا كل حاجة. هل هي الدنيا خلاص بقت سودا ما افتحش الشركة أو أقفل شركتي أو خلاص هي الدنيا كده اسودت؟ بالعكس خالص، دي الطريقة التقليدية. دي الطريقة اللي أنا شايف من كتر شغلي مع 500 عميل، من كتر شغلي مع فعلًا شركات جوّه الشركة نفسها،
والتأثير اللي بيحصل عليها من أول ما نبتدي نشتغل على الطريقة الجديدة، هاقول لك إن الطريقة الجديدة مش بس كل المشاكل دي تتحول لحاجات مفيدة جدًا، بتخلّي كل المشاكل دي فعلًا تحس إن هي ما كانتش موجودة أصلًا من البداية. فأنا باشرح لك إزاي الطريقة الجديدة. الشعار بتاعها أو الجملة اللي عايزك تفتكرها إنك كل ما كبرت كل حاجة ثابتة. الجملة دي ممكن تحسها وحشة ولكن هتفهمها بعدين. كل ما كبرت كل حاجة ثابتة. تعالَ بقى أشرح لك إزاي. فاكر المثال اللي اتكلمنا فيه من شوية بتاع العميل وخدمة العملا والكلام ده؟ تعالَ بقى نشوف نفس المثال بس لو حطينا الطريقة الجديدة اللي هي إنك تستخدم الAI agent أو موظف الذكاء الاصطناعي، واللي هو أصلًا قدّام هاوريك إزاي أصلًا الموظف ده بيبقى AI team كامل أو فريق كامل من الذكاء الاصطناعي. لو هو موجود إيه اللي هيحصل؟ دلوقتي أنت عندك نفس العميل بيتسأل عن نفس المشكلة، عن نفس أي حاجة، في ثانية العميل ده أول ما بيبعت الagent بيبقى مستنيه، الAI بيبقى مستنيه أصلًا يبعت، فعلى طول بيلاقي رَد على مشكلته، على طول في ثانية. والفكرة إن الAI في حالتين، يا إما الAI ده أصلًا متدرّب على كل حاجة ليها علاقة بشركتك، متدرّب عليها هي جوّه دماغه جوّه الlogic بتاعه، كل تفصيلة عن شركتك، لا إما هو أصلًا متصل بtools أو بأدوات بتخلّيه يشوف أي حاجة مثلًا بتتغيّر بشكل يومي. يعني تعالَ نقول مثلًا إن العميل ده بيتكلّم عن سياسة الاسترجاع، دي حاجة ثابتة في شركتك، هو أصلًا متدرّب عليها، ففي ثانية هيرُد عليك. ولو هو أصلًا بيسأل عن stock أو بيسأل مثلًا عن زي ما إحنا قُلنا تيشيرت مثلًا معيّن، الagent ده عنده access على الshopify store مثلًا بتاعك، فبرضه في لحظة هو بيروح يفهم هل أصلًا الstock ده موجود والّا لأ. ولكن خلّيك فاهم إن هو مش بس بيفهم، هو بيجيب من الstore نفسه بتاعك، هو حرفيًا عارف إن هو في موجود في المخزون أو حتى مربوط بالمخزون نفسه بتاعك لو أنت الstore حاجة والمخزون بتاعك حاجة تانية، في ثانية بيروح يجيب الإجابة، وفي ثانية بيروح يجيب كل معلومات المنتج. فالعميل ده لو سأل عن اللون بيترد عليه في ثانية، لو اتسأل على المقاس بيترد عليه في ثانية، لو اتسأل عن السعر بيترد عليه في ثانية، وبعد كده زي ما إحنا قُلنا بيترد عليه في ساعتها. فدلوقتي في 500 step كانت هتبقى موجودة اتضغطت مرة واحدة وبقت إن العميل بيسأل، الagent بيرد في لحظتها وكذلك. فدلوقتي أنت مش محتاج تقلق إن العميل يكلمك بالليل والموظف مش موجود، أو يكلمك الفجر وطبيعي ما فيش حد موجود الفجر، أو يكلمك في الأعياد وطبيعي إن في ناس كتيرة جدًا أو موظفين كتيرة جدًا بياخدوا أجازات في الأعياد، وده طبيعي. أنا ما باقولش إن ده غلط، بالعكس ده الصح، إن ده ما يحصلش ده غلط أصلًا. أو مثلًا إن الموظف ما يكونش متصل بالحاجة اللي المفروض يرد بيها على العميل، ما يكونش مثلًا عامل log in على اللابتوب بتاعه، ما يكونش أصلًا موجود أصلًا في الشركة، ما يكونش موجود قدام الجهاز بتاعه whatever، أو ما يكونش في الmood مثلًا، فما يكونش بيرد بنفس الطريقة أو بنفس السلاسة اللي بيرد بيها في العادة. فكل ده في الطريقة الجديدة ما بيحصلش، هو مش موجود أصلًا، لأن الAI agent هو عبارة عن machine في شركتك. طب حلو أوي، تعالَ بقى نبُص كالعادة على الفوايد بتاعة حاجة زي كده، بتاعة الطريقة الجديدة. أول حاجة ما فيش كلمة أنا تعبان، ما فيش كلمة أنا مشغول، ما فيش كلمة معلش ما كنتش جنب اللابتوب، ما فيش كلمة معلش ما عرفتش أرُد عليه بدري، ما فيش كلمة معلش أصل أنا كنت مخنوق وخُلقي ضيّق فرديت عليه بشكل وِحِش، ما فيش أي حاجة من الحاجات دي. ما فيش حاجة اسمها أصل أنا كنت نايم بالليل وطبيعي إن أنا مش هاشتغل، واللي هو طبيعي جدًا على فكرة، ما فيش الكلام ده كله. تاني حاجة ما فيش حاجة اسمها رواتب، طبعًا في تكلفة بسيطة جدًا، 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 جدًا بتدفعها كل فين وفين لمّا تكون بتrun AI agent عندك. وعلى فكرة التكلفة دي كمان ممكن تتحذف خالص مع شوية تجهيزات كده معيّنة في شركتك، ممكن نخلّي الAI أصلًا جوّه شركتك، مش محتاج تجيبه من برّه، مش محتاج تأجّر أي حاجة، ممكن تجيبه جوّه شركتك. بس تعال نقول إنك حتى لو ما عملتش كده، وحتى لو جبت الطريقة الطبيعية جدًا، التكلفة بتاعتها بتبقى قليلة جدًا، 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 مقارنةً بمرتب شخص كامل طبيعي. الأهم فعلًا بالنسبة لأصحاب شركات كتيرة، والأهم من فلوس أصلًا التدريب نفسه. فاكر المشكلة اللي قُلناها قبل كده، بتاعة إن أنت عندك حلّين، يا إما موظف يقعد معاك شهر، 2، 3 تدرّبه ويمشي وياخد معاه كل الفلوس والمرتب والتدريب والوقت اللي ضيّعتوه فيه ده، أو إن موظف أصلًا هو كان leader في شركتك، هو كان staff، هو كان واحد شايل الteam أو شايل الشركة، وفي ثانية مشي بعد طبعًا سنين كتيرة. فلمّا بيمشي سيبك من الفلوس دلوقتي خالص، بياخد معاه كل التدريب والمعلومات والتريكات والحاجات اللي هو كان أصلًا ما بيعرفش حد يعملها غيره، وكل حاجة بياخدها معاه ويمشي. ده أنا عارف ده كويس صدّقني، بالنسبة لأصحاب الشركات أو أصحاب الteams ده كابوس حرفيًا، إن موظف مهم أو star يمشي. دي بقى في الطريقة الجديدة بتتحل إزاي؟ بتتحل لإنك أصلًا بتدرّب الagent بتاعك مرّة واحدة بس، أنت بتدرّبه على الأساليب والطرق وكل حاجة مرّة واحدة. وكل حاجة أنت درّبته عليها، وكل حاجة هو أصلًا بيتعلّمها على مدار كل الفترة اللي أنت بتشتغل معاه بيها، وكل حاجة هو بيتعلّمها لوحده اللي إحنا بنسميها الself improving loop، ودي اتكلّمت عنها في فيديو لوحده،
ممكن تتفرج عليه. الفيديو ده وراك اصلا ان انت الايجنت او الاي اي مش بس انت بتجيبه وبتشغله، ده بيتدرب معاك، ده بيفهم كل مشكله حصلت، كل عميل اتضايق من الرد، كل حاجه حصلت تخليه هو اصلا يتعلم من نفسه، يتعلم من غلطاته. ودي اللي بنسميها السيلف امبروفنج او السيلف فيدباك لوب. ازاي الاي اي ايجنت يتبني بطريقه يتعلم من نفسه ويتعلم من كل حاجه بتحصل اصلا، اذا كانت حلوه ازاي يحسنها، واذا كانت وحشه ازاي اصلا ما يحصلهاش تاني. فده واحد من اهم الحاجات، ان انت لو جيت قدام وضفت اي اي ايجنت في نفس الديبارتمنت، انت هتعمل كوبي بيست لكل التدريب اللي حصل للايجنت الاولاني تديه للتاني، يبقى ما فيش اصلا تدريب، في زيرو تدريب مره واحده بس. ولو جبت ايجنت في ديبارتمنت تاني، يعني تعال نقول ان انت جبت ايجنت لخدمه العملاء، حبيت تعمل واحد تاني للسيلز، هتاخد برضو كل معلومات خدمه العملاء تحطه في السيلز وتزود عليهم شويه حاجات بتوع السيلز. فانت مش محتاج كمان تدربه تاني عن الشركه هي ايه وهدفها ايه وخدمه الاسترجاع ايه وكل الكلام ده، هو اصلا خلاص عارفهم حفظهم، انت بس تزود عليه شويه حاجات المبيعات. ورابع حاجه، الشخص ده شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، شغال الصبح بالليل الفجر، شغال في الاعياد، شغال في المناسبات، شغال في اي وقت من الاوقات، لانه عباره عن ماشين اصلا شغاله جوه شركتك، بيشتغل في اي وقت، بيرد في اي وقت، بيرد في ساعتها، مفيش حاجه اسمها مش موجود، مش مبسوط، مش متاح، مش قريب من اللابتوب، مفيش كل الكلام ده اصلا. فتعالى كده معلش نفتكر تاني، فاكر المثال اللي اتكلمنا عنه؟ فاكر لما قلت لك ان انت لو شخص شغلك حلو قوي الشغل هيكتر معاك بس هتضطر توظف اكتر؟ تعالى بقى نبص عليها بالطريقه الجديده. دلوقتي انت عندك عملاء، عملت لهم ايجنت، الايجنت ده واخد باله من العملاء دول، في ثانيه انت الحمد لله شغلك كبر والدنيا كبرت، بقى عندك كل العملاء دول. بس الفكره ان انت مهما العملاء بتكتر أنت مش محتاج توظّف حد جديد، هو AI agent واحد أو حتى AI agent تحتيه تاني AI agent صغيّرين، ولكن المبدأ واحد، أنت مش هتوظّف حد جديد، هو نفس الشخص، هو نفس الموظّف، هو نفس الagent، بياخد باله من العميل بياخد باله من 10، بياخد باله من 10، بياخد باله من مليون، هو نفس العميل، هو نفس الAI. وعشان كده عايزك تفتكر الجملة اللي قُلتها في الأول، إن كل ما أنت كبرت كل حاجة ثابتة، كلمة كل حاجة ثابتة دي واحدة من أعظم الحاجات اللي أي صاحب شركة نِفْسه يعملها، إن أنا إزاي أتحوّل من شركة بتدخّل 10 جنيه لشركة بتدخّل مليون جنيه من غير ما أوظّف حد زيادة. أي حد فعلًا فاهم في الbusiness، أي حد عنده team، أي حد عنده شركة، لو حتى investor كبير بيتفرّج هيفهم ده أصلًا من غير ما أكمّل. كلمة إن أنا أقول لك أنا عندي شركة لو جينا بُكرة حبّينا نعلّي الproduction بتاعها 10x بس من غير ما أعلّي التوظيف بتاعها، zero cost، zero توظيف، zero hiring، ده يعتبر معجزة. المعجزة دي ما كانتش قادرة تكون موجودة زمان، لكن دلوقتي بسبب إن الAI، مش هاقول بقى موجود لأن الAI أصلًا موجود من زمان، ولكن بسبب إن الAI بقى تحت إيدينا، بقى في models نعرف نستخدمها، دلوقتي بقى ممكن جدًا. وعلى فكرة بنشوف أمثلة كتيرة جدًا، جدًا في آخر مثلًا مش عايز أقول سنين، في آخر شهور أصلًا، ناس كتيرة جدًا من شخص 2 أو maybe 7 بيوصلوا ل1 billion لمليار evaluation لأرقام رهيبة باستخدام الAI. فدلوقتي لو أنت فعلًا صاحب شركة عايز فعلًا تعمل الحاجة الصح وتشوف الطريقة الصح وتاخد الteam بتاعك وتاخد الفريق بتاعك وتاخد الشركة بتاعتك في الاتجاه الصح، فكّر جدًا في الموضوع ده. فكّر إن الطريقة الجديدة ما بقتش إن أنت لمّا الشركة تكبر توظّف أكتر، الشركة لمّا بتكبر بقت لازم تفكّر لها في الطرق الأفضل ليها. وعلى فكرة أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي، أنا مش باقول الكلام ده بداعي شخصي، مش باقول لك الكلام ده رأي شخصي منّي، أنا باقول لك الكلام ده بناءً عن شغلي مع كمية عُملا رهيبة. والفكرة كمان إن أنا مش باشتغل مع العُملا، أنا باقول لك ده بناءً عن كمية شغل مع clients كتار جدًا. والفكرة الأكبر إن أنا مش شخص بيشتغل مع client على أساس إن أنا باسلِّم مشروع وخلاص، أنا أهم وأكبر حاجة أنا باحب أعملها إن أنا بابقى كإنّي partner أو كإنّي شريك مع الclient ده، من أول أصلًا ما بنقعد مع بعض نفهم إيه المشكلة، أو أصلًا ممكن ما تبقاش في مشكلة، بس بنشوف نفهم الprocess بتاعة الbusiness نفسه، ونشوف إيه أهم وأكبر الفرص في الAI ممكن يساعده أصلًا فيها، وبعد كده أصلًا بنبني الAI agent ده، وبعد كده بندرّب الشركة، بندرّب الteam، بندرّب الfounder نفسه إزاي أصلًا يتعامل معاه بشكل صح، وإزاي يقدروا هم يخلقوا له الenvironment أو البيئة اللي تخلّيه يتحسّن ويتدرّب أكتر فيها، وبتفضل مع الclient ده بالشهور وبالسنين كمان لحد ما تشوف فعلًا الshift العظيم. بعد كده بتشوف الshift، بعد كده بتشوف الcompletely shift أو يعني التغيُّر الكامل اللي بيحصل للشركة دي وبيحصل للteam ده، بمجرد إن أنت
فعلا الشخص ده كان عايز ياخد الخطوه. يعني مثلا في شركات كتيره جدا وفي عملاء كتيره جدا ما بقوش اصلا بيدوروا على الليدز دلوقتي، ما بقوش يدوروا على عملاء محتملين، بقى في اصلا اي ليد جنريشن تيم كامل، واتكلمت عنه برضه فيديو قبل كده ممكن تلاقيه في القناه، بيجيب لهم هو الليدز وبيبعت لهم رسائل وبيعمل ايميلات وبيعمل حاجات كتيره جدا ممكن تتفرج عليها. او اصلا شركات تانية وخصوصا براندات بقت بتدخل الاي اي في السيلز بروسيس وفي الكاستمر سبورت بروسيس. فانت بتعمل ارقام عظيمه بمجرد انك حطيت اي ايجنت ياخد باله من السيلز. فانت ضامن ان السيلز بروسيس هي على كل العملاء اللي هيكونوا موجودين، وحاجات تانية زي الكاستمر سبورت في الواتساب، في الماسنجر، في الانستجرام، في الويب سايت نفسه. لو عندك اي سؤال ممكن تحط اي ايجنت اصلا في الويب سايت، وحاجات تانية كتير جدا 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 بمجرد ان اصحاب الشركات دول خدوا الخطوه دي بجد. وعلى فكره ده مش بس للشركات، ده كمان لاي حد لا اما عنده بروفيشن او عنده حاجه معينه، زي مثلا لو انت ميديا باير، لو انت هاي تيكت سيلز، ايا كان، او حتى لو انت شخص صاحب تيم كامل، مثلا انت مانجر على تيم كامل، الكلام ده برضو بينطبق عليك. خلي بالك، فكر فيها كده. تعال نقول مثلا ان انت ميديا باير او شخص بيعمل اعلانات مثلا، كام ساعه من يومك بتروح في انك تحلل المنافسين؟ مش عايز اقول كمان كام ساعه، عايز اقول مثلا كمان كام يوم. انا عارف الموضوع ده طويل جدا. طب كام ساعه بتروح من يومك عشان تعمل كامبينز نفسها؟ طب كام ساعه بتروح اصلا منك عشان تعمل افكار، تطلع افكار لكامبين، بوستات، فيديوهات، ايا كان؟ طب كام ساعه بتروح منك وانت بتحلل الكامبين كل يوم؟ لو لو الكلاينت واحد اقول لك تمام، لكن تعال نتكلم على 5 كلاينت او 10 كلاينت كمان. طب كام ساعه بتروح من يومك وانت بتتابع مع الكلاينت وبتجاوب على كل اسئلته؟ طب حلو قوي. وكل ده انت بتعمله بايدك. افهم ده كويس قوي، صدقني كل مره، صدقني عشان انا عارف الشعور ده كويس قوي. كل ما بتكبر، كل ما الشغل بيكتر، تبقى حاسس انك المفروض تفرح، بس انت بتحس انك مهموم اكتر، لانك بتعمل كل حاجه بايدك. انت بتعمل كامبين بنفسك، بتحلل منافسين وبتراجع وبتحلل وبتتابع بنفسك، وانت مش عارف تتبسط بالحاجه اللي انت كنت مستنيها اصلا، انك تكبر وانك شغلك يكبر ويجي لك عملاء اكتر. بس اول ما جم اكتشفت الحقيقه المره، ان كل ما الشغل كتر كل ما المشاكل كبرت، اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ضاعف العملاء بتوعه وضاعف الريفينيو، الحمد لله. يعني الشخص ده كمان بقى اهدى بكتير جدا ومش محتاج يعمل كل الكلام ده بنفسه. عايزك تفهم، الشخص ده اتحول من ان هو التول او من هو الشخص اللي بيعمل كل حاجه بايديه للمانجر، لشخص هو الدماغ، هو اللوجيك، هو اللي بياخد القرارات، هو اللي بيقرر هنعمل ايه. بس مش بيعمل اي حاجه، مش بيعمل اي كامبين، مش بيبحث عن اي منافسين، مش بيطلع اي افكار. هو بيقرر انهي فكره احسن، وبيقرر انهي كامبين احسن، وبيقرر ايه الجابس، بس مش بيعمل اي حاجه. كل التحليل بيجي له كل يوم الصبح، كل التحاليل وكل التقارير بتتبعت للكلاينت بتاعه اوتوماتيكلي. هو ما بيعملش اي حاجه، هو ما بيستناش التحليل يجي ويحطه على شكل تقرير ويبعته، هو بيروح اوتوماتيك للعميل بتاعه اصلا. فالشغل اللي كان بياخد منه ايام بقى بياخد منه دلوقتي ساعات وممكن كمان دقايق. فصدقني، نصيحه خد مني الجمله دي، لو انت شخص بروفيشن او عندك كارير معين، او انت صاحب تيم معين، او لو انت شخص اكبر وعندك شركه فعلا معينه، ما تحاولش ما تاخدش بالك من اللي بيحصل في الدنيا حواليك، لان ده بالظبط اللي كان بيحصل في الانترنت مثلا في الاوائل الالفينات. لما الشركات الصغيره، لما قالت لك انا مش شركه تكنيكال، او انا شركه ماليش علاقه اصلا بالانترنت، انا ماليش علاقه بالدوت كوم وكل الكلام ده، وكل الشركات دي اتنست واتنسفت. والشركات فعلا اللي كبرت هي الشركات اللي فكرت ازاي استخدم الموجه الجديده او التكنولوجي الجديده في ان انا اكبر شركتي. دي الشركات اللي كملت والشركات التانية وقعت. الاي اي هو الموجة الجديدة، والاي اي ايجنتس هو الفيرجن او النسخة من الاي اي اللي معمولة للشركات او معمولة عشان تعمل تاسكات معينة. كل الشركات الكبيرة دلوقتي بتعمل الكلام ده، انت مش اقل منهم في حاجة. دلوقتي انت بقى عندك التولز وبقى عندك الاشخاص اللي يساعدوك وبقى عندك الشركات والفرق اللي معمولة ومتدربة سنين عشان تساعدك. ده اللي انا عايز افهمه لك. لو انا جاي اساعدك، لو انا التيم بتاعي جاي يساعدك، فانا جاي اساعدك عشان دلوقتي انت تقدر، دلوقتي انت مش بعيد عن الحاجه دي. وعشان كده انا مش هسيبك واقول لك ان انا شرحت لك فكره وخلاص. انا هشرح لك بالظبط ايه الخطوات اللي المفروض تعملها، وهديك البلو برنت، هديك الحاجات الفعليه، الخطوات الفعليه عشان تعمل الحاجه دي. حلو قوي. دلوقتي انت فهمت الفكره، بقى عندك وعي بالطريقه الجديده اللي الشركات كتيره جدا بقت بتستخدمها، بقى عندك كل الفهم دلوقتي. حلو قوي. تبتدي ازاي بقى؟ انا مش هسيبك، يعني انا مش هقول لك فكره واقول لك روح دور عليها، انا هقول لك بالظبط بالظبط ازاي تبتدي دلوقتي حالا. عشان كده معلش هات ورقه وقلم. أنا مش بقول لك تخيل، لا انا بتكلم جد. هات ورقه وقلم، معلش وقف الفيديو، هات اي ورقه، اي قلم، اي كشكول، اي قلم، اي حاجه، معلش اكتب فيها. بس اكتب من فوق كده بشكل كبير اي وظيفه عندك في الشركه، اي حاجه كده جت في دماغك كده مره واحده، حاجه هي مضايقاك بقى لها فتره،
لانها جت في دماغك. تمام، اي حاجه، اكتب تسويق، سيلز، خدمه عملاء، مبيعات، ايا كان، اكتب اي حاجه من فوق بشكل كبير. تمام، حلو قوي، دي اول خطوه. تاني خطوه، اسال نفسك السؤال ده: ايه الحاجه اللي الشخص ده بيعملها بشكل يومي؟ لا، مش بشكل عام، بشكل يومي، خطوه بخطوه، اكتبهم. معلش، انا عارف الموضوع ممكن يكون غتت قوي في الاول، بس صدقني صدقني صدقني، اللي انت بتعمله ده واحد من اعظم الحاجات اللي انت ممكن تعملها بجد، عشان فعلا فعلا تبتدي تستخدم الطرق الجديده في الشغل بتاعك. اكتب اللي الشخص ده بيعمله بشكل يومي. يعني مثلا تعالى نتخيل احنا قلنا خدمه العملاء، او تعال نقول السيلز بيجي له ليد، او بيجي له عميل محتمل، بيرد عليه، بيوري له الخدمه بتاعتك، بعد كده يعمل له فولو اب او بيعمل له متابعه، ولو الشخص ده خلاص اشترى بيدخله في جروب او بيدخله في السي ار ام سيستم بتاعك. دي كلها خطوات. تمام، معلش امشي عليها خطوه بخطوه، اكتبهم كده، يعني اعمل دواير واكتب كل حاجه او كل خطوه بالظبط بيمشي عليها الموظف الجديد ده او موظف عامه يعني. حلو قوي. معلش رجع كده الورقه لورا شويه، بص عليها، شوف انهي خطوه من الخطوات دي تقدر عادي تشتغل من غير ما حد يكون واقف، من غير ما حد هو اللي يعملها. كل بقى خطوه من الخطوات دي اعمل عليها دايره مختلفه. تمام، يعني كل خطوه ممكن تشتغل من غير ما يكون في بني ادم هو اللي ماسكها، اعمل عليها دايره. تمام، وبعد كل ده، كل الحاجات اللي انت عملت عليها دوائر دي، ده الورك فلو بتاعك، ده هو اول ايجنت شركتك محتاجاه. معلش فكر تاني، كل الدوائر اللي انت عملتها دي، يعني كل الحاجات اللي انت عملت عليها دوائر دي، ده الورك فلو او الوظيفه الجديده اللي الايجنت او الاي اي ايجنت بتاعك هيعملها. ده هيبقى اول اي اي ايجنت محتاجه في شركتك. اقعد كده مع نفسك شويه وفكر بعد الفيديو ده، او حتى لو عايز توقف الفيديو ده عادي، فكر كده مع نفسك: ايه الحاجه اللي في شركتك اللي بتاخد منك وقت، وانت نفسك الوقت ده يقل للنص او للربع، او حتى انت ما تحسش بيه؟ ايه الحاجه اللي في شركتك اللي بتاخد منك فلوس، وانت نفسك بسبب تاخير في الرد على العملاء، او بسبب فواتير قديمه انت حتى مش عارف ان انت تتابع معاها، او ان انت ترجعها، او حتى في فواتير متاخره من العملاء بتوعك، انت ما عندكش الوقت او ما عندكش الكباسيتي، ما عندكش المجهود انك تروح تتابع معاهم اول باول لحد ما كل الفواتير دي ترجع. في عميل شغال معاه لحد دلوقتي اصلا كان عنده نفس المشكله دي، فكره ان هو العملاء بتوعه عندهم فواتير كبيره جدا ومتاخره، وهو حتى لو حاطط شخص بيتابع مع الكلام ده، هو تعال تخيل ان انت عندك 10 عملاء مثلا، فتخيل ال 10 عملاء دول انت محتاج تبعت لهم كل اسبوع مره او مرتين، تستنى يردوا عليك، تشوفوا ردوا عليك اصلا وقال لك ايه، تفضل متابع معاهم اول باول لحد ما الفواتير دي ترجع. كل الفواتير دي متاخره عليك، كل الفواتير دي ممكن اصلا تترمي، تتحط في الباد ديت او تتحط في حاجات معدومه خلاص، انتهت، مش هترجع لك تاني. العميل ده دلوقتي بقى عنده حاجه بنسميها اي اي كوليكشن ايجنت. الاي اي كوليكشن ايجنت ده محطوط له رولز ومتدرب على حاجات معينه، متدرب على قواعد معينه وورك فلو معين. العميل ده مش محتاج ولا يوظف حد جديد ولا يعول هم كل الفواتير المتاخره تاني. ومش بتكلم على الفواتير القديمه، اي فاتوره متاخره قدام، الايجنت ده، الكوليكشن ايجنت ده هيتعامل معاها، بيفضل يتابع مع العميل اول باول بشكل اسبوعي، يستنى منه الرد، يشوف الرد ده اصلا كان ايه، وبناء على الرد بتاعه يتابع معاه بشكل مختلف خالص. ولو الشخص ده بقى له فتره مثلا معينه قليله بيتكلم معاه باسلوب، ولو بقى له فتره كبيره بيتكلم معاه باسلوب تاني، ولو بقى له فتره كبيره جدا بيتكلم معاه باسلوب تاني خالص. كل الكلام ده صاحب الشركه ده مش محتاج يعول همه اصلا تاني، خلاص هو شاف مشكله كبيره في شركته، فكر بالطريقه الصح اللي تحل بيها المشكله دي، وكلمنا، قعدنا مع بعض، فهمنا كل المشكله دي اصلا فين، وعملنا الاي اي ايجنت، ودلوقتي هو مش محتاج يعول هم كل الكلام ده. وعشان كده انا فعلا 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 بقول لك، ده مش مجرد سؤال، ده حاجه المفروض تفضل معاك لحد ما تلاقي لها حل. امسك فعلا الورقه والقلم دول، واكتب على قد ما تقدر وظايف، اكتب على قد ما تقدر رولز جوه شركتك، او اماكن جوه شركتك فعلا تقدر تمشي عليها الورك فلو ده، وتقدر تمشي عليها الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. صدقني صدقني، اللي هيبتدي يفكر بالطريقه الجديده دي والورك فلو الجديد ده اللي كل الشركات دلوقتي بقت شغاله عليه وبيحاولوا يلحقوا مين يعمله الاول، الشخص ده هيبني اكتر بكتير باقل وقت ومجهود منه اصلا. وصدقني اللي هيفضل فعلا معتقد وماسك في النموذج القديم، صدقني هيمر عليه الوقت، هينام وينسى كل الكلام ده اصلا، وصدقني هيصحى بعدين وهيفهم ان كل الوقت ده راح منه على الفاضي. لو انت بصيت على التاريخ وبصيت مثلا لاقرب ثوره حصلت، ثوره مثلا الانترنت دوت كوم، كل الشركات اللي نفضت وقالت لك دي حاجه هتروح، دي حاجه مش موجوده، انا شركتي ملهاش علاقه بالتكنيكال اصلا، انا ليه اتدخل، انا شركتي ملهاش علاقه، انا شركه اغذيه، انا ليه علاقتي بالتكنيكال. كل الشركات دي لا اما اتنست بسبب اللي عملوه،
لا إما رجعت تاني عايزة تدخل في مجال الإنترنت، ولكن أصلًا كل المنافسين بتوعها دخلوا من سنين، هي أصلًا متأخرة، فده عاد عليها بمشاكل كبيرة جدًا. صدّقني نصيحة مني، الفيديو ده لو ليه أي فكرة ففكرته الأهم ما تنامش، ما تعملش نفسك مش واخد بالك من الثورة الجديدة اللي بتحصل، لأن ثورة الAI كلنا واخدين بالنا منها. افهم إن أنت مش مختلف، افهم إن ما لهاش علاقة إذا كنت أنت technical والّا مش technical، شركتك فعلًا محتاجة إن أنت تفكّر فيها بالطريقة الصح، وأنت تفهم إن الnew way أو الطريقة الجديدة دي كل الشركات محتاجاها، إذا كان ده أنت أو المنافسين بتوعك. وعشان أنا وعدتكم إن أنا فعلًا، فعلًا أحاول أساعد، لو أنت عندك شركة وعايز تفهم إيه أكبر وأهم الفرص الAI أو إيه أهم الwork flow اللي ممكن تكون موجودة جوّه شركتك أو اللي فعلًا ممكن تبني عليها AI agent يكون موجود جوّه شركتك، هتلاقي link أو رابط في الdescription وفي أول comment تقدر تحجز منها استشارة مجانية. في الcall دي مهمتنا حاجة واحدة، إن إحنا نقعد معاك نفهم فين الأماكن اللي في شركتك اللي فعلًا فيها فرص كبيرة للAI، اللي فعلًا ممكن توفّر عليك وقت، مجهود أو فلوس. ولو أنت فعلًا قررت إن أنت خلاص عايز تمشي وتاخد الخطوة دي، إحنا هنمشي معاك خطوة بخطوة، من أول أصلًا إن إحنا نفهم إيه شكل السيستم ده، إيه شكل الagent ده، بإن إحنا نبنيه لك، بإن إحنا نبقى أصلًا معاك خطوة بخطوة زي ما أنا قُلت قبل كده وزي ما باقول في أي فيديو. الموضوع مش إن أنت one time project، الموضوع مش إن أنت تبني سيستم، الموضوع إن أنت يكون معاك فعلًا شريك، فعلًا شخص بيفهم ويحلل شركتك بالشكل الصح، ويمشي معاك خطوة خطوة من أول ما تبني السيستم لحد ما أصلًا تشوف نتايج للسيستم ده. ولو أنت شخص عايز تفهم أكتر عن الAI agents إذا كان لشركتك، للteam بتاعك، ليك أنت شخصيًا، أو أصلًا أنت شخص بيتعلم المهارة بشكل جديد، ممكن تخش على القناة تابع الفيديوهات هتلاقي 500 حاجة ممكن تساعدك. وإن شاء الله الفيديو الجاي هيتكلم عن إزاي لو أنت عندك profession، عندك وظيفة أو عندك حاجة زي لو أنت media buyer، لو أنت programmer، لو أنت أيًا كان وظيفتك إيه، إزاي ممكن تعمل AI team كامل تحتيك هو اللي يعمل كل حاجة، أنت بس تكون المدير بتاعها، أنت تكون الشخص اللي بياخد القرار، بس أيًا كان اللي بينفذ القرار ده، ده مش أنت، هيكون AI team كامل تحتيك. فاعمل subscribe أو اشتراك عشان ما يفوتكش أي حاجة جديدة. وبس كده، أيًا كان الفيديو وصل لحد فين دلوقتي، أشكرك إنك اتفرجت عليه، وأتمنى فعلًا، فعلًا، فعلًا إن أنا أكون خلّيتك كصاحب شركة أو شخص حتى طبيعي تفهم الحياة فعلًا أو الطريقة الجديدة أو الnew way ماشية إزاي. وبس كده.